الحلقة النهاردة اللي أنا هعملها أساسها في الأساس عن كوميدي، مش احنا هنتكلم فيها عن الحل المثالي للزمان. أنا كل ده أصلا كنت عمال أجرب أشكال 3D بكل الأشكال بكل الأنواع. عشان كده بقى أخرتلي الحلقة. حتى في فيديو اللي أنا كنت عمال أطلع على الشجرة تقريبا أو حاجة زي كده. فنخش في الحلقة. لبلب الأهلاوي أهو بتنحته ببصته ببدله بسجايره الفرد بالمنديل الاسود ده اللي مش عارف ايه ده. ايه المنديل الاسود ده؟ تخيل الراجل ده بسبب ان هو بس امال وتطلعات وهمية الناس تغطت عن فكرة الخصخصة دي اللي بدأت 2023. هو الشخص ده اصلا ينفع بأي حال من الاحوال، ولا ده مش ده دلدول للخطيب ولا اي حاجة؟ اللي انا بس مش قادر ان انتوا مش قادرين تفهموه ان الشخص ده اهلاوي. انتوا ازاي ما لقطوش حكاية زي دي؟ اول ما عرفت حكاية تقسيم غرامة كهرباء بالجنيه وحكاية انه فرش السجادة للخطيب عشان يستقبله، دي من اكثر الحاجتين اللي اكدوا لي ان الشخص ده اهلاوي صميمي. الشخص ده كمان متآمر من حيث ان هو كان في من اللجان اللي شالت مجلس الادارة بتاع 2020 لو انتوا بس فاكرين. ما لفتش نظرك قالك لما في الفيديو اللي هو قالك فيه انا ماليش دعوة بالمظلومية وانا ما بعترفش بيها، ولا كان الفيديو اللي كان بيطبل لك فيه الممدوح عباس؟ بس هو برضه يا جماعة دي انجازاته ان هو كان بيلبس بدلة صفرا وبيشتري سجاير فرد وبيطلع عمرو الأدهم نشكر فيه وبس. معرفش، بشوف انتوا انجازاته. بالنسبة بقى للناس اللي مش عايزين خصخصة النادي وقال ايه يعني هم خصخصوه قبل كده، ايه رأيكم يعني ليه مش عايزين خصخصة النادي؟ مش عاجبكم في ايه؟ ما هو عندك اهو نادي زي الاسيوطي بتاع ترعة الماريوتيريا اتحول للنادي الفخم اللي انت شايفه ده وبينافس دوري ابطال افريقيا. فايه الفكرة؟ مش فاهم يعني. انتوا عايزين يعني تعندوا وخلاص واي هبل، واللي يتفزلك لي ويقول لي اصل الاداره اصل مش عارف ايه اصل المدرب، هيفزلك وخلاص. يجي مثلا واحد بيتفزلك زي محمد مصطفى ده مثلا يقول لك اصل الاداره بتاعت الزمالك فاشله واداره الاهلي دي ناجحه. طب ما لفتكش نظرك حاجه تانية؟ نيجي بقى نقربها له شويه نقول له بيراميدز، يقول لك اصل بيراميدز برضه هو عنده اداره زي الاهلي كده، لكن احنا ادارتنا برضه فاشله. طب نقول له طب والفلوس؟ ما احنا ما عندناش فلوس زيهم. يقول لك لا اداره. محسسني يعني لو الاداره دعكت تحت باطها هتطلع فلوس. او مثلا زي اللي هو لو حد من الاداره او اي حد راح عمل حمام هنطلع بقى شويه فلوس من الحمام ده. ما هو لازم يبقى فيه فلوس عشان يبقى فيه زفت اداره من الاساس. يعني الموضوع زباله يا جماعه. انت حاطط لي املك في اداره نواياها ان هي تبوظ لك كل حاجه، وكمان شايف الفكره اللي هي ممكن تنجح لك كل حاجه يعني انا مرة تخيلت نفسي بتناقش مع هذا الكائن وبالظبط طلعت المناقشة معاه في مخيلتي زي دي بالظبط. And that's how you successfully. Our largest client is now in a bulk phase. Let's begin. Right. Perfect. And that's how you successfully. بالظبط كده يا جماعة، هو ده اللي ما اقدرش اعبرها اكتر من كده. وكمان بقى واحد زي معتز الشامي يقول لي خلي في امل في الادارة، حاجة الصراحة. خليني بس انوه تمويه. شايف النادي ده او لو انت قررت تجدد الثقة في الادارة وترفض حكاية الخصخصة في خلال 5 سنين هيبقى وضعك زي ده. انا مش ببالغ. انت فعلا لو كنت شايف حال الزمالك وفاهم فعلا المشكله فين بدل لما عمال تردد في فرعيات او قشور زي ما عفيفي بيقول، هتعرف انك هتروح للوضع ده. انت مش فعلا مدرك خطوره الموقف وازاي احنا في وضع مرعب.
يعني شيء اللي فاهم وضع الزمالك هيترعب حرفيا اكتر من الفيديو اللي انا لسه منزله. اللينك انا سايبه تحت في الديسكريبشن لو عايز تتفرج عليه، او ممكن تخش على قناتي عادي تتفرج. خلاص يا جماعة، ان انا بالنسبة لي مشاكل الزمالك تتلخص في المشاكل المادية. فالحل الوحيد عشان نخلص الزمالك من مشاكله وديونه وكل حاجة ونصلح الوضع بشكل جذري هو الخصخصة. انا ممكن اعدي لك كذا مثال لكذا نادي عشان لما تخصخص ولما تحطوا رجال اعمال كويسين تحول هذا النادي. امثله في اوروبا، امثله في انجلترا، في اسبانيا، في اي حته كمان. طب ايه المطلوب مننا كلنا؟ المطلوب مننا حاجه واحده بس، ان احنا نضغط على الدوله في موضوع الخصخصه، لان ده الحل الوحيد، والضغط بالمقاطعه. نقاطع بقى، يعني ما نشوفش ما نقعدش نعلق على المباريات، ما نقعدش نتفاعل مع الاحداث، ما نقعدش نروح للمدرجات، نقاطع ونقول ان احنا رافضين للمشهد، ويتخصصوا النادي ينقاطع، لان مفيش امل الا بالخصخصه. انت مثلا عايز تجيب لعيب كويس، عايز تجيب مدرب كويس، عايز تعمل اي حاجه كويسه في النادي، عايز تبني فرع، اي حاجه لازم فلوس. الفلوس مش هيوفرها لك غير مستثمرين، فطبيعي هو برضه اللي يبقى لازم الخصخصه. كل حاجه كويسه في النادي لو عايز تعملها لازم خصخصه، مفيش حل تاني. فما الاقيش بقى واحد بعد كده يقعد يفسي ويقول لي اصل اداره، واحد تاني يفسي اصل المدرب، واحد تاني يفسي اصل احنا لعيبه، ويلا بقى نبيع اللعيب ده ونجيب ده. ما انت هتدفع له فلوس منين؟ انت عايز فلوس. الكوره فلوس يا جماعه. لو ما فهمتوش كده في 5 سنين لو فضلتوا على اللي انتوا فيه هتروحوا للاسماعيلي، مفيش حل تاني. انا شكلي كمان هعمل في اجزاء تانية، ما هو ما ينفعش اكتفي بالجزء ده، ممكن جزء تاني اناقش بقى زاويه وزاويه تانية. فخلاص انا مكتفي بالجزء ده، الجزء الاولاني، واستنوا بقى الاجزاء التانية. سلام بقى. عرفت؟